والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي اتم صحة وسعادة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا كلها بين ايديكم وتحت رجليكم يا رب العالمين. معاكم سارة. لأول مرة هتشوفيني او هتشوفوا القناة تنزلي تحت الفيديو تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتختاري كلمة الكل عشان اي فيديو ان شاء الله بعد كده انزله يوصلك على طول عندك اشعار بيه بدون ما تبحثي على الفيديو او تبحثي عن القناة. وفي نفس الوقت هتنزلي على علامة اللايك تحطي لايك حلو كده الفيديو عشان يترفع يوصل لاكبر عدد من الناس. ثم تعملوا ايه؟ تفجروا الفيديو لايكات. بمناسبة النهاردة الوصفة المتفجرة قنبلة موقوتة بجد، لان انتي لو خدتي الوصفة دي بإذن الله هتحملي بإذن ربنا، يعني بدون مقاطعة هتحملي، يعني هتحملي. اول حاجة انا عايزة اقول لكم ان الوصفة دي قوية جدا جدا. الوصفة دي يعتبر حققت الحمل للسيدة، كانت متأخرة في الحمل 20 عام. 20 عام كانت متأخرة في الحمل وعاملة حقن مجهري مرتين وفشل معاها. كان عندها ضعف في مخزون البويضات، يعني كان عندها مشكلة كبيرة في ضعف مخزون البويضات، ان المبيض عندها كان ما بينتجش بويضات، تمام، مفيش مخزون عندها. الوصفة دي بفضل ربنا حققت لها الحمل. انا طبعا هقول لكم فايدتها ايه دلوقتي. اي بنوته بتتفرج على الفيديو ده ما تستهونش بالفيديو، ما تستهونش بالوصفات اللي انا بقولها، لان بجد الوصفات دي هتكون قويه جدا. هتكون يعني انا عارفه ان في بنات كتير بتكون يأست يعني ووصلت لمرحله اليأس، بس صدقيني صدقيني اعملي الوصفه دي وتوكلي على الله وهتيجي تبشريني زي ما بنات ياما بشرتني قبل كده. ربنا يعلم انا بفرح لكم قد ايه، من كل قلبي بفرح لكم بجد، لان انا ان انا ادخل فرحة على قلب حد او كلمة ان حد يعني ربنا يكرمه بالذرية دي حاجة بتفرحني جدا، لان عارفة قد ايه الموضوع ده بيأثر على نفسية الناس. اول حاجة يا بنات، الوصفة هي عبارة عن ايه؟ الوصفة هي عبارة عن التمر. ام محمد بقى كانت سألاني ايه التمر بيبقى شكله ايه؟ ده شكله هو يا ام محمد. ام محمد طبعا متابعه معانا واخت لنا عزيزه، يعني هي معايا في القناه من زمان، فعشان كده انا عارفه اسمها. واي حد بيكون متابع معايا ومتابع وفي عندي ما بنساهوش ابدا. ده شكل التمر اهو. بيكون تمر رطب، تمر رطب، تمام. ده شكله هبقى افتحه واوريكي شكله. طيب معانا تمر واحنا داخلين على رمضان التمر كتير طبعا. معانا هنا السمسم او الجنجلان. معانا هنا حب الرشاد. خلي بالكم يا بنات، حب الرشاد ما بيتاخدش لوحده لانه بيكون حامي، يعني بيكون سخن حار على المعدة، فما ينفعش تاخديه لوحده، لازم تاخديه تحطيه في حاجة، او تاخدي يعني ما ينفعش تطحنيه، لو طحنتيه هيأذيكي، تمام. تاخديه كده حب زي ما هو او تحطيه في حاجه، لكن مستحيل ان انت تطحنيه عشان ده بيكون غلط، الا لو طحنتيه مع المرمريه بتخفف منه المرمريه. بعد كده يا بنات معانا هنا البردقوش والمرمريه. ده شكل المرمريه اللي هي على اليمين، والناحيه التانية اللي هو الناعم ده البردقوش، او في البلاد التانية بسميه المردقوش. والمرمريه اللي هي دي. معايا هنا معلقه صغيره من حبه البركه. شايفين حبه البركه او السنوج؟ معلقه صغيره من حبه البركه او السنوج، تمام. ومعايا هنا قرفه، وهناخد منها، هوريكي هناخد منها قد ايه. اول حاجه بتغلي ميه على النار، تمام. بعد ما بتغلي الميه على النار انا معايا هنا ازازه، شايفين الازازه دي اهي دي، ومعايا هنا ازازه صغيره، يعني هتجيبي ازازتين، واحده صغيره وواحده كبيره، تمام. اهي واحده كبيره وواحده صغيره. هقولك هنعمله فيهم ايه دلوقتي. اول حاجه بتغلي ميه على النار، انا هنا غاليه ميه على النار،
تمام. بعد ما بتغلي الميه على النار بتفتحي الازازه الكبيره دي، ميه مغليه اهي يا بنات، بتحطيها في الازازه الكبيره. طبعا انا هحطها بعد كده ارجع لكم. هنا خلاص انا مليت الازازه الكبيره. بتملي ازازه بالحجم ده اهي، بالحجم ده كده بتمليها. بعد كده بتجيبي الازازه الصغيره وتمليها هي كمان. يبقى احنا هنا جبنا الازازه الكبيره مليناها وجبنا الازازه الصغيره مليناها. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الازازه الكبيره دي هتحطي فيها معلقه من المرمريه على البردقوش، يعني هتاخدي المرمريه على البردقوش. خلي بالكم المرمريه والبردقوش الاتنين بيعادلوا بعض، يعني الاتنين مع بعض، واحد بيرفع الضغط وواحد بينزل الضغط، فالاتنين مع بعض بيعملوا معادلة، فبيكون كويسين جدا بالنسبة لتظبيط الهرمونات. تمام. البردقوش كمان بينظم الهرمونات، المرمرية بتنشط التبويض. تبدأي تحطيهم كده لو انتوا تلاحظوا هما بيخرجوا المواد الفعالة اللي فيهم. تمام. بس تحاولي تزودي المرمرية شوية. انا خدت كده 3 معالق اهو، بس المعلقة الاخيرة مش مليانة. يبقى دي اول ازازة حطينا فيها المرمرية والبردقوش مع بعض. 3 معالق تخلطيهم على بعض وتاخدي منهم 3 معالق، بس حاولي تزودي المرمرية شوية عن البردقوش. تمام. خلاص هتغطيها كده وترجيها كويس، بس انا هسيبها شويه بعد كده هرجع وارجها كويس. تمام. دي اول حاجه، اول خطوه بتعمليها. تاني حاجه الازازه الصغيره دي بعد ما مليناها بتاخدي الحبه السوداء وتحطي فيها. خلاص كده حطيتي الحبه السوداء بتحطيها وتقفلي الازازه. يبقى كده احنا عملنا الازازتين دول بالشكل ده. نيجي بقى للتمر. التمر احنا معانا هنا ايه؟ معانا جنجلان او جنجلان او سمسم، ومعانا حب الرشاد. تمام. هتجيبي طبق، هتجيبي طبق كده زي ده، هتاخدي معلقه كبيره من حب الرشاد قد دي كده. تمام. معلش بقى هو المعلقه صغيره وهو بيروح ويجي مني، فانا بحاول ايه اهي معلقه قد دي اهي. وهتجيبي معلقه من الجنجلان او السمسم اهي حطيها عليه، وهتجيبي معلقه من القرفه اهي. دي القرفه، اسمها القرفه او الدرسين، وتحطيها عليه. تمام. يبقى احنا حطينا معلقه من حب الرشاد، معلقه من القرفه، معلقه من السمسم. تمام كده. ده بقى بالنسبه للتمر، يعني احنا عايزين الموضوع ده للتمر. تمام. حطيتي كده الحاجه اهي. تيجي بقى تاخدي التمره كده تفتحيها من النص، تفتحيها من النص اهي، وتطلعي النوى.
خلاص فتحتيها من النص، طلعتي النوى بالشكل ده اهو. هتيجي بقى تيجي ماسكه المعلقه، تيجي واخده معلقه كده ممسوحه، معلقه ممسوحه تمام اهي، وتحشي التمرايه. خلاص حشيتي التمرايه، تقفليها كده بالشكل ده تمام. هتعملي كل يوم 3، كل يوم 3 من التمرة دي. هتعملي كل يوم 3 من التمرة دي، تاخديهم، احنا داخلين على رمضان، هتاخديهم على الريق، يعني اول ما تيجي تفطري هتاخديهم على الريق. بعد ما تاخدي ال3 على الريق، تشربي كوباية من، بصي بقى كده خرجت المواد اللي فيها اهي، تشربي بعدها كوباية من البردقوش والمرمرية، منقوع البردقوش والمرمرية ماشي. بالليل قبل السحور هتشربي كوباية من منقوع السنوج او الحبة السوداء. بتبداي ان انت تعملي فيها كده عشان تخرج المواد اللي فيها تمام. بتسيبيها بقى لمدة يوم تخرج كل اللي فيها. هي دي الوصفة. بتاخدي 3 من التمر زي ما انا عملته معاكي، زي ما انا عملته معاكي، بتاخدي 3 حبات من التمر، بعديهم كوباية من المرمرية والبردقوش. بالليل قبل السحور هتاخدي كوباية من السنوج تمام. لو احنا في ايام عادية بقى، عشان احنا داخلين على رمضان بقولك كده، لو احنا في ايام عادية على الريق بتاخدي 3 من التمر محشي بالخلطة اللي انا عملتها دي، وتاخدي بعديهم كوباية مرمرية على بردقوش وتحليه بعسل، او لو مش عايزة تحليه خلاص. بعدها بتاخدي كوباية السنوج بالليل في وقت تاني، يعني ده الوحيد اللي لوحده، التمر مع الوصفة دي ده لوحده في وقت تاني. الوصفة دي ان شاء الله لو عملتيها تحملي في نفس الشهر بإذن الله عز وجل. هو ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون افدتكم واكون ضيفه خفيفه عليكم كده يا رب. متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس. كمان عايزه اقول لكم ان انتوا بتاخدوها من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر، من اول يوم للدوره لحد اليوم العاشر. متنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.